السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم الغدا بتاعنا. عامل قلقاس وفراخ ورز واحدة واحدة. تمام، بس قبل ما ندخل على الفيديو كده نحط اللايك ونشترك في القناة لو لسه ما اشتركناش. هنا بقى انا سلقت الفراخ بتاعتي، ودي الشوربة اهي. حطيت في الشوربة القلقاس ده انا مفرزاه، حطيته على طول بالتلج بتاعه. تمام، هسيبه بقى كده يستوي. معايا بقى هنا السلق وكزبرة خضراء، ضربتهم في الخلاط مع شوية مية وبصفيهم. المية اللي نازلة منها دي انا مش هرميها، هنزلها على القلقاس اللي في الشوربة. تمام، بس بصفيها كويس جدا، نزل كل المية اللي فيها. تمام، اهي القلقاس معانا بتاعنا اهو بيغلي. ضفت عليه المية اللي نزلت. تمام، هسيبه بقى يستوي كده. الخضرة بقى اللي انا صفيتها دي ضفت عليها توم وحتة سمنة وحطيتها في طاسة، وهفضل احمر فيها لحد بس ما التوم ياخد لون ذهبي. اهو انا ضفت الثوم الاول وحطيت عليه الخضره اللي انا صفيتها، وبعدين بحط حته سمنه عشان تتحمر بقى. تمام، هفضل بقى احمر فيه. تمام، اهو بيبتدي اهو بحمر فيه، يعني بيبتدي يتحمر اهو. طبعا وانا بحمر بقى الريحه بقى طالعه تحفه. تمام، هو كده خلاص يعني اتحمر معايا اهو. طبعا طول ما هو على النار يعني ايدي فيه على طول عشان ما يتحرقش مني. هو كده خلص معايا اهو. تمام، القلقاس بقى بتاعي استوى. هضيف بقى عليه الخضره اللي انا حمرتها. اهو استوى اهو بقى زي الفل. هنزل بقى عليه الخضرة وشلتها من على النار اهو. اتحمرت كويس بالثوم وحتة السمنة. عايزة اقول لكم في ناس كتير قوي بتستصعب القلقاس، بس والله مش صعب خالص. هو كده خلاص القلقاس خلص معايا. هعصر عليه بس ليمون وهطفي عليه النار. كده خلاص هعصر بس عليه الليمون وهطفي النار. جبت بقى حلة فاضية عشان نعمل فيها الرز. حطيت فيها بقى شوية زيت. نص كمية الرز اللي معايا هنزل بنصها، هحمر فيها. طول ما هي بقى على النار اول نص ده عشان يتحمر كويس هحمره ايدي فيه.
علشان ما يلزقش مني. عايزة لونه يبقى حلو الدهبي غامق شوية، يعني انتي بتتحكمي بقى في اللون اللي انتي عايزاه. اهو ملون معايا اهو. كده خلاص اخد اللون اللي انا عايزاه. نزلت بنص الكمية التانية، بقيت الكمية اللي معايا بتاعت الرز. تمام. هحط بقى الملح بتاعي اهو، هديله بس تقليبة وهنزل عليه بالمية. تمام كده خلاص بقى. انا غالية المية في الغلاية، هنزل عليه بالمية، مقدار المية العادي بتاع الرز زي ما بنعمله عادي. تمام برضو كده خلاص الرز خلاص. الاكل معانا استوى اهو النهارده، ان شاء الله يعجبكم وجربوا الطريقه دي. بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.